الكلام ده بقى. الله سبحانه عنده عوض عن كل فائت. ما تخسره بسبب المصيبة والبلاء في الدنيا عوضه وأجره يوم القيامة عظيم لا يقدر بثمن. أصلا حين ترى الأجر بسبب صبرك على المصيبة يوم القيامة تتمنى أن المصيبة هذه وقع منها 1000 لعظيم الجزاء يوم القيامة. قل الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال، قل يا ربي تيسرت أو تعسرت فقط رضني بما قدرت وقضيت. سؤال بسيط، ما الفائدة أن تعيش بحزن ويأس؟ لن تظفر بشيء. لا لا، عش بأمل يسر خاطرك ويشرح صدرك، خير لك من أن تعيش على اليأس. الله يفرج عنا وعنكم ويسر أمورنا يا رب العالمين. يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خلصنا من الحلويات وخلصنا من الحوادق، هندخل في الروتينات. قلت اعمل لكم فاصل كده ما بين الفيديو والفيديو عشان ما تمليش مني. انا بنزل بوصفات، مرة مثلا انزل بروتين كده، يعني مرة روتين مع وصفة اكون عملتها قبل كده، فانا عاوزة اشجعك معايا. طبعا هنا الروتين اللي انتوا شايفينه ده روتين مسائي. طبعا ده كان بعد الظهر، بعد اذان الظهر. هتقولي لي طب ما قمتش الصبح ليه؟ هقول لك لا، قمت وفطرت ولادي وكده ونزلتهم دروسهم وبنتي راحت الامتحان. فانا قلت بقى بما انهم نزلوا والدنيا فضت قدامي، كانت الساعه هنا 1، قلت خلاص اقوم اظبط اوضه الولاد، اظبطها كده واخليها زي الفل. بما اني قبلها بيوم كنت عامله روتين برضو بالليل، بس ما صورتش معاكم، يعني كنت شايله ملايات السرير والكوفرتات وكله، كنت قلبه الشقه. فانا قلت هظبط بقى هنا روتين ال10 دقايق. مسكت كل السرير كده، ظبطت الملايه بتاعته ولمعت الشباك، وهمسك بقى الدنيا كلها اظبطها تبقى 100 فل و14 قدامي، وادخل بقى هنا على المطبخ. هنعمل حاجات كتير. طبعا الفيديو ما شاء الله يعني النهارده مليان، ان شاء الله تتنشطي معايا وهتقومي تعملي، مش عايزاكي كسلانه، عايزاكي تقومي وتتشجعي كده وتشقلطي الدنيا قدامك كده. وبصي مفيش حاجه تعطلك. انا من الناس اللي مفيش حاجه بتعطلني، ادام ساعه النشاط ما بتدق بابي ما بقولش لا. يعني ساعه ما الاقي نفسي كده متنشطه، بمسك حاجه الاقي ايدي شبطت في الحاجه التانية بسرعه. والله ببقى راحه نفسيه، انا نفسيا ببقى حاسه ان انا مرتاح. فبمسك هنا الاوضه بقى، قلت اخدها بقى نقنق فيها حبه كده، واحده واحده براحتي. بس هنا والله خليت كل حاجه خدت مني 10 دقايق كده، يعني ده روتين 10 دقايق. لمعت الأوضة وكنست السجاد، بما اني قبلها بيوم بقول لكم كنت شايلة الأوضة، بصوا عليها واطيها، يعني شايلة الكوفرتات وشايلة السجاد وكله، كنت مسحاها وملمعاها. فأنا من الناس اللي بحب بقى أحافظ على اللي أنا بعمله تاني يوم، ألمع برضو كده. وأنا من الناس اللي عندي فوبيا بصراحة، لازم تلميع الخشب ده أهم شيء عندي، أحسن من المسح ومن أي حاجة، بحس إن الحاجة بتلمع كده. فهنا طبعا همسك بقى ده، هعمل كده، وهنخش بقى اللي على المطبخ نعمل حاجة حلوة، وهنعمل أكلة حلوة، وهننشر الغسيل اللي هو بتاع الكوفرتات اللي أنا بقول لكم كنت شايلها يعني قبلها بيوم. كانت الغسالة تاني يوم بقى خلصت وكده، أنا شغلت عليهم قبل ما أنام، وتاني يوم بقى كانوا خلصهم، بس أنا كان عندي غسيل منشور، يعني مرضتش أنشرهم إلا لما ألم الغسيل التاني، بما انها بلكونه واحده فمش هتاخد كل الغسيل ده. فطبعا انا لما بقلب الدنيا بيبقى زي ايام العيد بالظبط، بتلاقي الغسيل ما بيخلص، وطبيعي اساسا في الايام العاديه الغسيل ما بيخلصش. ما تقوليليش بقى الغسيل، لا، انا كل يوم غسيل وكل يوم نشر وكل يوم لم غسيل وتطبيق غسيل ومواعين. بصي شغل البيت ما بيخلص، بس اهم شيء ان انت بتشتغلي بحب ونفسيتك تبقى مرتاحه كده وانت بتشتغلي، يعني مش ان انت مغصوبه ان انت تعملي، لا، انا عاوزاكي تعملي حاجتك بكل حب عشان الحاجه تبقى في ايدك خفيفه كده وتخلص في ايدك بسرعه. في الوقت ده بقى دخلت على المطبخ، قلت انا من الناس اللي بحب اغير، يعني ممكن ابتدي بالمطبخ يوم، تاني يوم ابتدي باوضه الولاد. بحب الشقه تبقى في ايدي كده، كل يوم اعمل حاجه من شكل، عشان ما يبقاش الروتين التقليدي اللي هو يزهق. يعني لو ابتديتي يوم باوضه الولاد، تاني يوم ابتدي باوضه النوم عندك، ابتدي بالمطبخ. شوفي مش كل يوم اوضه الولاد هي اول حاجه، لا، مره ابتدي بالبلكونه، مره بقدام الباب كده. يعني انا من الناس بحب اتنوع عشان احس بتغيير.
بما ان الشقة هي هياها والاوض هي هياها، فاحنا هنغير بقى في الروتينات، مرة نبتدي بالمطبخ، مرة نبتدي بالحمام، مرة كده يعني. غيري في روتيناتك، حاولي ان انت اللي تجددي، حاولي انت اللي تخلي نفسيتك مرتاحة وانت بتعملي الحاجة. مع بقى كوباية قهوة جميلة كده تظبط دماغك، مع او كوباية شاي او كوباية نسكافيه، شوفي انت بتحبي ايه. دلعي نفسك كده. يعني انا ما بين الحاجة والحاجة بعمل فاصل واواصل، يعني مش من اللي بدخل طخ طخ كله ضرب ضرب مفيش شتيمة، لا. كله شغل، لا. فما بين اوضه الولاد كده عملت لي بقى فنجان قهوه، ظبطت دماغي كده وبدات اكمل بقى بقيه الروتين، يعني بقيه الشقه. فلو انت ولادك طبعا مش موجودين هتشقلبي الدنيا في ربع ساعه، ده الكلام اللي انا بقوله لك. لكن لو موجودين ساعتين ثلاثه بقى ومعاكي ربنا بقى، ربنا يعينك. فانا من الناس اللي بستغل وبعمل بسرعه، لان طبعا خفت بقى النور يتقطع. النور عندي بيروح الساعه 5، طبعا بيقعد ساعتين على ما يبتدي يجي تاني، يكون الدنيا ايه ضلمت. انا ما بيربطنيش نور، ولا يعني ما شاء الله عليا انا لا يعطلني نور ولا ميه ولا اي حاجه. انا يعني اللي يعطلني الشديد الاول لو انا تعبانه، لكن طول ما لو النور اتقطع وانا بشتغل زي ما انتوا شايفين كده هشتغل وبكمل شغلي، وما على ما النور يجي اكون خلصت. فطبعا هنا قلت لا، انجز بقى في الكام ساعه دول قبل ما النور ايه يروح. طبعا هنعمل اكله بقى حلوه النهارده، هنعمل حاجه حلوه. بصوا روتيننا النهارده جميل قوي، ان شاء الله هتقومي تتشجعي وهتتنشطي معايا. مش عايزاكي تسمعيني وتقعدي ساكته، لا قومي يلا. عندك شبك البوتاجاز حاسه انه مش نضيف، اغسليه نغسله سوا. حاسه اوضه الولاد مش نضيفه، 10 دقايق صدقيني مش هتاخد معاكي وقت، وهتخليها 100 فل و14. هتظبطي السراير، ملايه عايزه تتغير غيريها، هتحسي شقتك زي الفل طول الاسبوع. طبعا هنا البوتاجاز انا ببقى غسلاه قبلها بيوم، كل يوم لازم بعيد على الشبك والحوامل دي وكل حاجه في البوتاجاز. بس انا بما اني يعني ما صورتش برضو معاكم بقالي فتره، فانا قلت ايه، يعني من ضمن الروتين ان انا يعني طبيعي بعمل البوتاجاز ده اهم شيء عندي. البوتاجاز والتلاجة اهم شيء، احس ان هم نضاف بحس المطبخ عندي زي الفل. طبعا في الوقت ده بقى مسكت الشبك هنا، الحوامل انا مسميه الشبك. انتوا بقى مسمينه الحوامل، فما تاخديش بالك يعني لو بقول الشبك او الحوامل. فهنا طبعا بغسله بقى كده وهشطفه وامسحه والمع البوتاجاز زي ما انتوا شفتوا كده على السريع كده. لو عيون مثلا بحس انها مش نظيفه باخدها برضو اغسلها بالسبونشه كده واشطفها تحت الحنفيه وبعدين اسيبها تنشف. فهنا بقى طبعا همسك بقى غسلة الحوض وبدأت هنا ايه امسحه بالحتة كده. هنا بقى المية كان عندي، ربنا يعيني يا رب على جرس السوق اللي عندي. طبعا بتعاندني في الماتور والمية وكده، فانا طبعا بحط بقى مية، ان انا بدل ما بفضل قايده الماتور يجي ربع ساعة عشان يطلع لي مية وما بيطلعش، فبحوش مية بقى اشتغل بيها. ده اللي بقولك انا بتأقلم مع اي ظرف من الظروف. فانا الظرف اللي عندي ان المية طول الوقت ما بتطلعليش بسهولة، فانا بشتغل برضو ومخليها شقتي زي الفل، ولا شغلة بالي بالطاقات السلبية. انا بحب ادي لنفسي طاقة ايجابية، فانا عاوزاكي ان انتي انقلك الطاقة دي، يعني عاوزاكي ان انتي تدي لنفسك باور وتدي لنفسك نشاط وتدي لنفسك طاقة ايجابية كده. احنا كله يدلع نفسه، انا اللي بحب ادلع نفسي، كله يدلع نفسه بالوقت وبالاصول. طبعا في الوقت ده مسكت بقى الفرن لمعته وشلت الكفر من عليه، فبحط المشمع ده على الكفر، لان طبعا بستعمل الفرن ده كانه ترابيزه، بما ان المكان ضيق عندي فساعات بحط عليه حاجات برضو. فانا برضو بينفعني ان انا بحط عليه حاجات، اطباق اي حاجه. مسكت هنا بقى الرخامه برضو قلت اغسلها بالاسبونشه كده، بما اني هنا الرخامه دي بستعملها برضو بعجن عليها زي ما انتوا بتشوفوني كده في الفيديوهات، بعمل عليها اي حاجه بستعملها في كل حاجه. فطبعا لازم تبقى زي الفل. بمسكها هنا بالاسبونشه وبعصر حته نظيفه كده وانشفها مره واتنين وتلاته لما تبقى زي الفل، واحط كل حاجه مكانها. هنا طبعا عندي لبن بقى، فانا خفت ايه يبوظ، قلت طب والله اللي اعملك ايه رز بلبن، بما اني من شهر رمضان ما عملتش رز بلبن، ما بحبوش اساسا في الصيام. فانا قلت بقى ولادي نفسهم فيه، فانا قلت لهم خلاص هنعمله. طبعا ده لتر ونص حليب او لبن، هنحط عليه كوبايه رز لو منقوعه، او انا طبعا انا قامت في دماغي ان انا اعمله، فهديها ربع سلقه، مش هقولك نص، يعني يا دوبك تشم النار كده، تاخد غلوتين كده في الميه واطفي عليه.
انا عاوزه اكسر بس الرزايه، يعني ما تبقاش ايه ناشفه، انا عايزه اكسرها بس كاني نقعاه. في الوقت ده بقى حطيت عليها اللبن، وسبت اللبن لما بدأ يغلي كده، قمت موطيه عليه بقى، وقلت اطلع ايه البلكونه انشر الهدوم اللي انتوا هتشوفوني دلوقتي وانا بشيلها من الغسالة. طبعا ده الغسيل بقى اللي انا كنت بقول لكم نشراه، فانا قلت المه بقى نشف، قلت خلاص المه واطبقه وارجع ايه انشر الغسيل التاني. انا من الناس اللي بقولك ما تكركبيش الدنيا على نفسك، الغسيل اول باول طبقيه وانت في البلكونه، اوعي تسيبيه، بصي الدنيا هتتكركب فوق دماغك. غسيل هيجيب غسيل، هيجيب اصحابه، هيجيب اخواته، بصي هتلاقي الدنيا اتملت عندك هدوم. فسهلي على نفسك، واول باول اغسلي الهدوم ولميها وطبقيها وانت واقفه، بصي دي اول حاجه هتحسي الدنيا راقت قدامك. في الوقت ده طبعا بقى قلت ادخل، خلاص طبقت الهدوم بقى ورصيتها مكانها، قلت ادخل بقى اجيب ايه دي الكوفرتات والحاجه اللي انا كنت مشغله عليها بقول لكم من قبلها بيوم. فقلت هنا احط بقى الكوفرتات بتاع الولاد برضو، على ما اخلص وانشر دول يكون ده الغساله خلصت هنا. طبعا نشرت زي ما انتم شايفين كده، انا مرضتش بقى اوريكم وانا بنشر، ده اكيد يعني الشكل بيعبر عن نفسه. طبعا هنا بقى ومسحت البلكونه وخليتها زي الفل. كان هنا بقى الرز دخل في السوا، هبتدي احط له هنا السكر عشان برضو الرزايه تشرب من السكر. هتقولي لي سكر قد ايه؟ هقولك معرفش، هقولك بصراحه السكر تبع ذوقك انت بتحبيه مسكر قوي اعمليه، انت بتحبيه مثلا عادب شويه اعمليه، انا بحب سكره مظبوط. فهنا طبعا حطيت بقى السكر، وحطيت دول معلقتين كريم شانتيه، بيدي طعم جميل قوي للرز بلبن، وبيخلي بصوا طعمه تحفه، بيديكي طعم جميل كده كريمي بيبقى للرز بلبن. وبعدين تقلبي بقى فيه، المهم ايدك فيه علشان طبعا ما يكلكعش ولا اي حاجه. في الوقت ده بقى جبت هنا معلقتين دقيق، وهحطهم في حبه ميه بصوت كده او ربع كوبايه ميه، وادوبهم واصفيهم في قلب المصفى عشان لو في كلاكيع في الدقيق ولا حاجه ما تكلكعليش الرز بلبن. هتقولي لي الدقيق فايدته ايه؟ اقول لك الدقيق بقى ده تحفه، المكون السحري اللي بيحطوه في المحلات وما بيقولوش لحد عليه. ده بيديكي بقى اللون الطعم الكريمي خالص للرز بلبن، وبيخليه بقى بصي الكشكشه اللي انتوا بتبقوا عايزين تشوفوها دي في الرز بلبن، وبيديه طعم فاخر من الاخر زي الكريمه التركي كده. الكريمه التركي بنحط لها دقيق وبنحط نشا وكده، فبتديكي الطعم الجميل اللي انت بتبقي بتحبي المهلبيه التركي او الكريمه التركي. في الوقت ده بقى حطيت اهوت خلصت. جبت بقى هنا 4 معالق نشا، بما اني حاطه معلقتين دقيق يبقى 4 معالق، كيلو اللبن بياخد 4 معالق نشا. انا طبعا عامله كيلو ونص حليب، يبقى هياخد ال6 معالق، 2 دقيق و4 نشا. طبعا لما بدأ بقى يستوي، اهم شيء تسوي النشا وتسوي الدقيق على نار هاديه، تحطي بقى الفانيليا اخر حاجه وتصبيه في الاطباق وتحطيه وتقدميه بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. يا سلام على الجمال، ده الجمال اللي عدى الكلام بصراحه، والله انا مبدعه. في الوقت ده بقى انا قلت خلاص هنعمل بقى اكل. كانت هنا كان النور راح وجاه، كانت الساعه هنا 7 وشويه، 7 ونص. هتقولي بتعملي اكل متاخر؟ اقولك لان كان عندي اكل بايت، فطبعا كنا كلنا وكده وقلت بقى اعمل اكل جديد، اعمل بقى رز بسمتي وبتاع ده وفراخ. هتشوفي بقى الطريقه الجميله دي. طبعا انا من الناس اللي بتنقعي اهم شيء الرز البسمتي في ميه سخنه من قبل ما يتغسل واي حاجه، وتحط له معلقه خل ابيض كبيره، سيبيه بقى منقوع لمده تلت ساعه. هتقولي لي ليه؟ هقولك ده بقى اللي هيخليلك السر في الرز البسمتي ان يطلع معاكي مفلفل وطعمه تحفه، وما تحتاجيش بقى ميه الا العقد الطبيعي بتاع الرز زي الرز المصري بتاعنا. طبعا سبته منقوع هنا. قلت بقى هنا هجيب ايه بصله حلوه فرمتها في الكبه، وهنزل عليها هنا بمعلقتين سمنه بلدي، وهنبتدي بقى نشوحها في السمنه البلدي هنا. طبعا البصله هندبلها بس، مش هنديها اي لون، يعني مش هنديها لا لون بني ولا اي حاجه، تدبل بس مننا كده وريحتها تطلع. هنشوف بقيه الخطوات. بصي جربي الرز البسمتي بالطريقه دي، صدقيني والله العظيم جميل 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 تحفه. طبعا هنحط هنا بقى الليمون المجفف وعود قرفه، وهنحط هنا ده طبعا اسمه ايه، اللي هو زي الكركم والحاجات اللي هي بتاعه الرز البسمتي دي، خلطه بتتجاب من عند العطار، اسمه زعفران، ده الزعفران.
فطبعا هنا وهحط هنا 4 عيدان قرنفل، وهحط بقى فلفل اسود، بهارات اللي انت عاوزاه، وبتبتدي تشوحي بقى كل الحاجات الجميله دي في قلب البصل. صدقيني التشويحه اللي انت شايفاها دي بتخلي لك الرز البسمتي تحفه، طعمه جميل، بصي مش هتشبعي منه. طبعا هنا بقى دي شوربه كانت عندي، شوربه فراخ. طبعا كان عندي قيمه كوبايتين كده. انا ما بحبش المرقه بصراحه في الرز ولا في اي حاجه، انا بحب المرقه الطبيعيه اللي هي شوربه اللحمه، شوربه الفراخ كده. لو ما عنديش مش هحط. طبعا حطيت بقى هنا وبدات اقلب، لما بدا يغلي طفيت عليها على ما الرز يتنقع. طبعا دي الفراخ بقى كنت متبلاها قبلها بيوم في التلاجة. مسكت بقى هنا طبعا تتبيلتها بصلة كبيرة ضربها في قلب الخلاط مع فص توم مع وبهارات بقى. هنحط البهارات وكزبرة ناشفة وقرفة وفلفل اسود وملح وكل التتبيلات دي بقى، وليمونة عصرتها فيها وورق لورا. وهنبتدي نتبلها بقى كده، وفتحت طبعا الفراخ من الجناب كلها عشان التتبيله تخش فيها، وسبتها في قلب التلاجة ليلة كاملة. وتاني يوم بدأت اطلعها. لو انت هتسيبيها بره التلاجة وهتعمليها في نفس اليوم يبقى ساعتين 3، بس اهم شيء تكون بره التلاجة، يعني في نفس اليوم ساعتين 3. طبعا كان الرز هنا اتنقع وشرب المية خالص. هتاخديه بقى تشطفيه شطفة حلوة زي تحت الحنفية. خلاص هو كده اتنقع. هنحط له بقى العقد اللي هو الطبيعي بتاع الرز العادي، بس هيكون قليل شوية، لان انت هتشوف الطريقة اللي انا هعمل بيها دي، عشان طبعا لسه الفراخ هتنزل ميتها عليه وبالبصل وكده، فهتبصي تلاقيه يوصل للعقد الطبيعي اللي احنا عاوزينه. هنظبط الملح هنا ونقلبه تقليبة حلوة كده. وهتبتدي اجيب هنا الورق الفويل وهنغطيه. شايفين بقى هنا العقد بتاعه اهوت. انا هوريكي العقد الطبيعي عشان لسه هنعمل حساب ان الفراخ هتنزل عليه الصوص بتاعها يعني، فعشان ما يعجنش منك. في الوقت ده بقى هنبتدي اهوت احط له ميه سخنه. اهم شيء الميه تكون برضو سخنه. وهنا بوريكي العقد اهو، الرز باين يعني مش هيغطي وش الرز خالص، الرز باين منه. وهنبتدي نجيب هنا الورق الفويل بقى ونقفل عليه قوي اهو. صدقيني الطريقه دي جميله قوي، ودي طريقتي من زمان قوي، دي بعملها للرز. انا كنت والله عاوزه انزله لوحده، بس انا قلت لا، انا هنزله مع الروتين، عشان برضو لا لو انت بتحبي الروتين يمكن تتشجعي ان انت تقومي تعمليه. هتبتدي تقفلي عليه قوي بقى كده، وهرجع احط تاني ورق تاني من فوق. يعني هقفل مره اهوت واحط ورق تاني عليه عشان يستحمل الفراخ وهي محطوطه عليه. وهنبتدي بقى دلوقتي هنعمل حركة حلوة قوي علشان الفراخ بتاعتنا تنزل الصوص بتاعها بقى في قلب الرز. هتجيبي بقى شوكة هنا او فخلة او اي حاجة وتخرميه، تعملي لي الورق ده زي المصفى. شفت المصفى كده؟ هنبتدي بقى نشكشكه كل كده. شكشك بقى يا حلو شكشك. هنا طبعا اهو هبتدي اشكشكه بقى شمال ويمين زي المصفى بالظبط. وبعدين ارص الفراخ بقى فوق. الطريقه دي جميله قوي وسهله وجميله، طريقه مطاعم بصراحه. وصدقيني لو في عزومات ولا حاجه وانت عامله الطريقه دي والله ما حد هيشك ان انت اللي عاملاها، على ما اننا يعني قدها وقدود. يعني ايه اللي ما يشكوش ان انا اللي عاملاها على اساس عمايلي وحشه؟ لا، في ناس بتحب اكلات المطاعم وكده، فاحنا خلاص نقلنا المطعم في البيت، فاحنا بنعمل حاجه بنظافه وحاجه زي الفل كده، وعارفه مضمونه معموله ازاي. فابتدي بقى هنا احط رص الفراخ اهوت، وهجيبها هنا وهجيب بقى هنا معلقة صلصة واحطها بقى على وش الفراخ كده بحبة زيت بوصات، ونقفل بقى من فوق الفراخ خالص وندخلها الفرن. هتدخلها بقى الفرن على الشبكة اللي في النص. لما تتشرب الرز ويستوي كده نقوم بقى هوريكي هنعمل ايه. طب هتعرفي ازاي ان الرز استوى؟ انت دلوقتي الفراخ مسقطة الورق الفويل اللي انت شايفاه ده. الرز ما هيستوي بترجع الورق الفويل ده يعلى، فالرز بيتنفخ. لو حسستي كده هتلاقي دلوقتي المكان فاضي، مكان الورق الفويل لو عملتي ايدك هتغطس فيه. لا، الرز ما هيستوي بقى هتبص تلاقي الورق الفويل ده علا، وانت بتحطي ايدك كده هتحسي بالرز انه علا. فكده تقومي كاشفه بقى الوش عن الفراخ، وعايزه تنقلي بقى الفراخ في طبق. هخليكي تشوفيها دلوقتي. هنا هندهن بقى الوش كله كده، وهنحط بقى لو عايزه تحطي فلفل اسود بقى عشان يديك اللون اللي هو زي بتاع الفراخ بتاع بره دي، اعملي كده.
وهنحط بقى نقطة ايه زيت بسيطة كده، يعني معلقة زيت حلوة كده بسيطة كده نرشها على الفراخ من فوق بس عشان التحمير، وتخليها لك مقرمشة برضو من فوق كده، ما تبقاش ايه طرية. هنا بقى طبعا في الوقت ده هقفل بقى قوي عشان انا مش عايزة ادخلها اي هوا، انا عايزة الفراخ وكله يستوى البخار بتاع الفراخ اللي يسوي الرز. هنا بقى كنت قبلها قايده الفرن بربع ساعه. اي اكل او معجنات او حاجه اهم شيء تدخل على فرن سخن عشان الحاجه معاكي تستوي بسرعه وما تاخدش وقت. هنا كنت حاسه ان الجنب ده في حته مقطوعه كده، فانا خفت بقى انها تطلع بخار وتخلي الفراخ بتاعتنا ما تستواش. فقولي لي بقى رايك في الوصفه دي، لو انت بتعملي بالطريقه دي برضو اكتبي لي، ولو عملتي بطريقتي كده برضو اكتبي لي ان انت عملتي بالطريقه دي او عجبتك واعتمدي الطريقه دي. الطريقه دي جميله قوي. شايفين بقى بعد ما طلعت من الفرن اهيت كان الرز هنا استوى، فانا هنا كشفت الوش عشان اهو انا هنا بشوف خلاص ما شاء الله يعني جميل. قلت بقى هنا هقدلها الشوايه من فوق بقى عشان الفراخ تتحمر من فوق وتدينا بقى اللون الجميل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. ريحتها جميله قوي زي الفراخ المشويه بتاعت بره بالظبط، والله ما تفرقيها اطعم كمان. هنا بقى كنت عامله فحمايه كده عايزه بقى اديها الطعم اللي هي الفراخ المشويه، قمت حطاها في قلبها. هنا كنت بغطسها بقى كده وهقفل عليها. طريقة جميلة وسهلة وبسيطة وفي نفس الوقت اقتصادية مش مكلفة، لان الفراخ اللي انتوا شايفينها دي وركين ونص وربع صدر وبتاع ده والكبد والقوانص والاجنحة وكده. وعملت سلطة هنا وكنت بكشف بقى هنا الوش بتاع الرز اهوت هقلبه عشان طبعا يدينا اللون اللي هو الاصفر ده. انا مش مكتره اللون اصلا كتير لان انا بحبه مدي بياض بسيط كده. فلو انت عجبتك الوصفه بقى وعملتيها اكتبي لي كومنت حلو يشجعني، واشتركي لو انت مش مشتركه عندي. كبري لي عيلتي كده وخلي القناه تتفاعل كده، ويا ريت تشاهدوا الفيديو يعني لو نصه حتى، مش هقولك شاهديه كله. ولو طولت انا اسفه ان انا بطول لان الفيديو فيه حاجات كتير، فانا مش بطول ان انا اتكلم، لا الفيديو فيه كام حاجه كده، فانا عاوزاكم تستفادوا ويكون يعني الفيديو بتاعي مفيد لكم ان انتوا طلعتوا من الفيديو هتعملي وصفه من اللي انا عملتها. طبعا اهم شيء طبق السلطه عندي في الاكل بصراحه يعني ما بشيلوش، ده الحاجة المفيدة اللي بتبقى في الأكل. طبعا هنا أنا بوريكم المقطع مرة واتنين، يعني الجمال والحلاوة والريحة الجميلة اللي طالعة منه دي بصراحة والله لا يستاهل ان انت تجربيه وتعمليه. الرز من اطعم الاكلات الاكلة دي. هعمله لكم بعد كده برضو بالرز المصري، هتلاقيه احلى واجمل من الرز البسمتي بما ان الرز البسمتي غالي اليومين دول، فان شاء الله اعمله لكم في وصفات تانية بالرز بقى المصري. لو انت عايزه الوصفه دي بالرز المصري بيكتبي لي برضو كومنت حلو وانا اعمله لك ان شاء الله بالرز المصري، هيكون احسن من الطريقه دي واطعم ومش هتشكي خالص ان ده رز مصري. واشوفكم في فيديو جديد، مع الف مليون سلامه، هتوحشوني.